يا صباح الفل، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يشجعكم ويحمسكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان لو انتم مش مشتركين في القناة اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة، وكمان ما تنسونيش من كومنتاتكم الحلوة وكمان لايكاتكم اللي بترفع لي الفيديو وتخليني استمر ان انا انزل. ان شاء الله الفيديو النهارده هيكون كده غسيل للتلاجة وللفريزر كده ونظبطهم قبل ما ننزل نشتري مشتريات. ان شاء الله داخلين على مشتريات شهر 12، فنبدأ كده نظبط التلاجة ونظبط الفريزر عشان نجيب المشتريات على نظافة كده. فقبل ما كنت انزل اشتري شويه مشتريات قلت امسك طبعا من بالليل كنت عامله حسابي ان انا هصحى الصبح اغسلها، فكنت قافلاها من بالليل علشان تبقى الصبح فكه. زي ما انتم شايفين التلاجة الفريزر عامل تلج، انا التلاجة بتاعتي نو فروست، فعلشان كده لو ما غسلتهاش كل فتره هلاقي الدنيا تربكت، يعني هلاقي التلج ده كوم جامد قوي ومش هلاقي فزي ما انتوا شايفين كده انا كنت فاصلاه زي ما قلت لكم من امبارح، ويا دوبك بس شلت التلج لان هو كان فاكك يعتبر، وبدات اغسلها غسله محترمه كده علشان خاطر لو انا سبتها اكتر من كده فعلا مش هلاقي مكان احط فيها حاجه. لان طبعا التلاجة على قد ما هي بصراحه حلوه وجميله، بس هي مشكلتها ان هي نو فروست فبتكوم تلج جامد. بس طبعا لما انا وظبت ان انا اغسلها كل فتره ومعليش درجه التبريد بتاعها عالي قوي، فلا بتبقى حلوه وما بتعملش تلج قوي، بس لازم كل فتره تفكيها وتغسليها. فخلاص انا هنا كنت غسلتها ولمعتها كده بالفوطه، وكمان هبدأ ألمع الباب كمان، وكنت غسلت الرف بتاعها والمشمع اللي انا حيطاه ده. دي مش مشمع، ده مفارش، مش عارفه خامتها عامله زي ايه، بس هي مفارش اللي هي قابله للغسل بس بتاعه التلاجة. هو رول كده بيبقى على بعضه، بس بصراحه حلو جدا يعني، جايباه بقى لي فتره بغسل فيه كل شويه بغسله. لا حلو بجد وعملي جدا. بصوا انا هنا تحت بحط زي مشمع ابيض كده ما بيعملش اي حاجه في التبريد خالص يا بنات. وبحط عليه المفرش اللي انا حيطاه علشان خاطر لو في حاجه اتدلقت مني، ولا حطيت مثلا لحوم او حاجه وفي حاجه نزلت مثلا حاجات طبعا من اللي انتوا عارفينها دي، بروح شايلاه رمياه واحط واحد نظيف بداله عشان ما يبهدليش كل اللي انا عملته. خلاص انا كنت خلصت الفريزر، بدات اخش بقى في التلاجة اشيل الارفف. بصوا الرول ده بصراحه بيخلي الارفف من تحت، بصوا زي ما انا وريتها لكم هنا، نظيفه جدا يعني ما فيهاش حاجه، بس يا دوبك ايه هغسلها بس غسله كده علشان تغير ريحه التلاجة. الاسود اللي في التلاجة ده مش حاجه مش نظيفه ولا حاجه، بس ده معرفش ظهر مره واحده كده في التلاجة عامل زي شحم كده ولا ايه، مش عارفه، هي التلاجة دي بقالها كتير قوي يعني، فعشان كده يعني ظهر فيها. خلاص بدأت شلت كل حاجة وهمسكها بقى اصبنها تصبينة محترمة كده بصابون ريحته حلوة، وهبدأ كده بقى بعد ما صبنها امسحها كويس قوي. يعني اهم حاجة في التلاجة ما تغسلهاش بصابون كتير، يعني يا دوبك الليفة تبقي مرغياها بس كده علشان خاطر ما تبص منك. وخلاص بقى انا هنا كنت غسلتها الغسله المحترمه وكمان اديتها التلميعه المحترمه، وكمان الباب عملته برضو غسلته ولمعته تلميعه محترمه. والمفارش دي زي ما قلت لكم انا قلت انقعها كده في ميه سخنه، لاني مش عارفه الولاد كانوا دالقين عليها ايه، كانت فيها تلبيك جامد. فمسافه ما حطيتها في الميه السخنه بصراحه كانت كل حاجه راحت فيها، يعني كل التلبيك راح. بس انا قلت برضو كده اعملها بالسبونشه علشان خاطر لو فيها اي ريحه ولا حاجه تبقى التلاجة كلها كده ريحتها زي الفل وحلوه. عايزه اقول لكم ان انا خلاص يعني كنت المفروض هغسل التلاجة وهنزل على طول اشتري شويه مشتريات. فقلت ليه صحيت من بدري، قلت لا لازم اعملها علشان لما اشتري المشتريات تبقى الدنيا نظيفه وارص على طول، محتاجش ان انا لسه انضف التلاجة وبعد كده ارص المشتريات والاقي نفسي ان انا تعبت. فلا نظموا وقتكم كده واستعينوا بالله وقوموا كده شجعوا نفسكم وتنشطوا، لان الكسل ده بجد فظيع يعني. احنا بيجي علينا شتا بنكسل، بس لا قوموا شجعوا نفسكم، اول ما بتبداوا في الحاجه تلاقوا الكسل راح خالص. لكن طول ما انتوا بتفكروا في الحاجه هتلاقوا ان انتوا لا مش قادره، لا خليها بكره، لا خليها بعده، فهتلاقي الشغل بيتراكم عليكي. فلا قومي كده تشجعي واعملي كل حاجه ان شاء الله، واستعيني بالله وان شاء الله تعملوا كل حاجتكم. خلاص انا هنا كنت خلصت التلاجة وفرشتها وظبطتها ونزلت بقى اشتري مشتريات البيت. كان عندنا المحل اللي جنبنا هنا كان عامل عروض حلوه قوي على الخضار، فتعالوا كده اقول لكم على الاسعار. بص الليمون كان عامل 30 جنيه، فانا جبت ربع كيلو ده خضار الاسبوع، والجزر برضو كنت جايبه ربع كيلو بس مش فاكره والله كان عامل كام. البطاطس كانت ب10 جنيه فجبت 5 كيلو، والبطاطا كانت برضو ب10 جنيه فجبت كيلو بس. البرتقان كان عامل 20 جنيه فجبت كيلو، وطبعا يعني كده كلوا منه كام واحدة. والفراولة كانت عاملة 35 جنيه برضو جبت كيلو، برضو طبعا كلوا منها كام واحدة. بالألف هنا وشفا. والفلفل الألوان جبت ربع كيلو، والبصل جبت كيلو ونص لأن لقيته مش حلو كان عامل برضو 15 جنيه.
الطماطم بقى اللي لقيت سعرها حلو، فقلت بقى ايه اجيب وافرز منها كمان، فجبت 5 كيلو ب50 جنيه، كان الكيلو ب5 جنيه. وجبت كمان، قلت ان الجو ما انه كده بدأ يسقع، فقلنا نعمل محشي، كان عامل البتنجال ب10 جنيه، فجبت كيلو ونص. والخيار كان ب15، جبت كيلو. والفلفل الرومي برضو جبت ربع كيلو على قد الاسبوع، لاني ده خضار هيقعد معايا الاسبوع. يعني مش بجيب الخضار الا بالاسبوع. ما في حاجات يعني ممكن البطاطس والبصل اجيبها بالشهر لو لقيت سعرها حلو، بس زي ما قلت لكم البطاطس انا قلت اجربها الاول اذا كانت تحمير ولا لا، بس بصراحه كانت جميله. فقلت اجيب 5 كيلو بس يقضوني الاسبوع ده، ولو احتجت تاني هجيب. بص انا هنا كان عندي جوافه في التلاجة وكده، بدات افضي عليها البرتقال اللي انا جايباه. وبدات بصوا يعني انا بحب احط الحاجات في المنظمات، حتى لو اي يعني العلبه البيضه دي بتاعت ايس كريم، فبخليها عادي يعني. لازم انظم كده الحاجه في علب، حتى لو علب بتاعت حاجات اللي انا كنت مثلا حلاوه، ايس كريم، جبنه، مش مشكله، ما بيفرقش معايا، بس اهم حاجه ان انا ابقى منظماهم في علب عشان يبقى شكل التلاجة كده رايق وحلو. زي ما قلت لكم ان الخضار بجيبه بالاسبوع، يعني ساعات انا ممكن اخد مصروف بالشهر وممكن اخد بالاسبوع، يعني على حسب، فزي ما ميزانيتي بتسمح بمشي الدنيا. فالخضار عموما حتى لو بالشهر او بالاسبوع لازم بجيبه بالاسبوع، ما بقدرش اجيبه بالشهر، لاني في حاجات ما بتستحملش، يعني علشان ايه ما تبص مني خسارة. لا بجيب كده البطاطس والبصل ممكن بالشهر، لان دول ممكن مش هيجرى لهم حاجه ويقعدوا. لكن الطماطم والحاجات زي كده لو لقيتها رخيصه زي ما انا جايباها كده ب5 جنيه، فقلت لا هاخد منها مثلا 2 كيلو اخليهم للاسبوع في التلاجة، والباقي بقى هعمله صلصه وافرزه. خلاص انا هنا رصيت كل المشتريات في التلاجة ونظمتها وبقت زي الفل كده، وبقت تفتح النفس كده. وان شاء الله اشتري شويه الجبن والحاجات دي، بس ايه يعني ما بحبش انزل اشتري المشتريات كلها مره واحده، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان انا معايا طفل صغير، فطبعا بيغلبني في النزول. ف يعني بنزل اشتري كده على مراحل يعني عقبال ما بخلص مشتريات الشهر ممكن اقعد اسبوع، فعادي جدا. هنا بقى قلت اعمل غدا كده سريع، فقلت كان عندي كده دي حاجات باقيه من الاسبوع الاخير في الشهر، فقلت استخدمها هي الاول قبل ما استخدم الحاجات. وبدات بقى اعمل الغدا لاني خلاص بقى كانوا جاعوا و... وخلاص بقى ابني كان بدأ يزمزق فخدني قلت له لا تعالى بقى اقعد معايا جنبي هنا، بس طبعا انا بقطع البصل بس هو عمال يعيط، فقلت له لا اقعد بقى لما عينيك هتوجعك هتنزل. ف فقعد معايا بقى كده وعمال يستغرب يعني انا مش عارفه لو انتوا واخدين بالكم، عمال يبص ايه ده، دي بتعملي ايه، بتصوري إيه؟ وشايف نفسه بقى ففرحان قوي. بصوا دي صينيه فراخ انا بعملها بالخضار، مش بحب احط لها صلصه، يعني ساعات بس ممكن احط لها بطاطس علشان خاطر يعني ايه ابني ما بياكلش اي انواع اللحوم، يعني بيغلبني في الاكل بصراحه. السن بتاع ال3 سنين ده مقرف جدا في الاكل. بص هو هنا كان عينيه بدات توجعه، فبدات اخدته في حضني، وبعد كده قلت له لا يلا انزل بقى علشان خاطر عينيك ما توجعكش. غير كده ما كانش هينزل، ما كانش هيسيبني اعمل الاكل. فهو هنا خلاص بقى استسلم وقال لا خلاص كده بقى في هنا حاجه بتوجع العين فننزل بقى. بص بقى بدأت اقطع، هي يعني سهلة جدا وطريقتها حلوة، انا خدتها قبل كده من جارتي فايه عجبتني بصراحة طريقتها، وخفيفة كده. بتقطعي بطاطس، ولو انت عايزة بطاطس انا ساعات ما بحطلهاش بطاطس، بكتفي بالخضار بس. بقطع طماطم وفلفل وبصل زي السلطة، وابشر جزراية واحيقهم حياء حلوة، يعني اي توابل اللي انت بتحطيها عادي. انا حطيت بهارات فراخ وملح ومرقة وكمون وكزبرة وبس. و... وتقلبيهم مع بعض، وتجيبي الفراخ برضو تروحي مقلباهم في قلب بعض، وتروحي حيطهم مغطياهم بالورق السلوفان، وبتحطيها على النار، وبعد كده بتبداي تدخليها في الفرن. بس بقى قلت ايه ما دام انا كده واقفه، بقى الوقفه قلت ايه هتطول كده، فقلت بقى اجيب حاجه كده اتابعها تشجعني كده، مسلسل كده ولا حاجه. فلقيت المسلسل ده مش عارفه اسمه حاجة الحرير، سوق الحرير او حاجة زي كده، بتاع كريم محمود عبد العزيز. بس من ايه يعني اتفرجت على الحلقة الاولى ما كملتهاش بصراحة، بس هو حلو يعني عجبني قصته كده، بس لسه ما كملتوش بصراحة. فقلت كده فاتفرج عليه كده وايه ويساعدني على الوقفة بتاعة المطبخ الطويل. قلت كمان منه ايه ان هو يلهيني، يعني مركزش في الشغل اللي انا بعمله عشان اخلص بسرعة. يعني انا لما بشغل حاجة جنبي كده او اتفرج على اي حاجة جنبي، مش شرط مسلسلات، يعني في حاجات كتير بحب اتفرج عليها
وكمان ممكن اشغل الراديو فبيلهيني. بصوا انا هنا كنت تبلتها زي ما قلت لكم، دعكتهم كلهم في بعض كويس، وبعد كده كمان حطيت كده ادعك الفراخ بالبصل بالتوابل دي كلها. ولو انت عندك صلصه ممكن تدهني الفراخ بس بمعلقه صلصه عشان تحمر. لو مفيش ممكن تعملي طماطميه زي ما انا عملتها كده في الهاند بلندر وتحطيها على وش الفراخ. عايزه اقول لكم بجد خفيفه وجميله وطعمها حلو، والفراخ بتنزل كده آه، صوص كده منها، فبيبقى حلو مع رز بشعريه، بيبقى زي الفل. شويه سلطه شويه مخلل وغدا سريع وحلو. الحمد لله على كده لان كان يوم مرهق، فحلو قوي ان احنا عملنا غدا كده وايه، وقفنا وعملنا غدا بجد يعني. كده تمام 100 فل وعشرة. وبعد كده هبدأ احطها بقى خلاص يعني. انا يا دوبك مادام سخنت الفرن، عقبال بس ما الفرن يسخن ويبقى حامي كويس كده، هي تبقى خلاص يعني قربت تخش على السوا. هبدأ ادخلها بقى في الفرن، واول ما احس ان هي خلاص استوت، عايزه بس الوش يحمر، هشيل الورق الالومنيوم ده وكده يبقى تمام. عقبال بقى ما الاكل يستوي كده ويبقى جاهز كده ان احنا ناكل، قلت اغسل بقى ايه المواعين كده واظبط المطبخ، بحيث ان انا لما اكل ابقى ايه، يبقى الدنيا بالنسبه لي نظيفه، ما بقاش تعبانه. لاني انا لو كلت هقعد اكيد مش هقدر اقوم اعمل حاجه، فانا واقفه كده واخده بالي من الاكل، اظبط المطبخ. مواعين عايزه تتغسل اغسلها. حاجه مثلا انا خدتها لحوستها وانا بعمل الاكل، اخد كده فوطه مبلوله وابدا المعها. كده تلاقي دايما الدنيا عندك بسيطة والشغل عندك بسيط. بس لو انتوا بقى بنات كملتوا الفيديو لحد هنا، ما تنسوش كمان تكتبوا لي تعليقات حلوة وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو، و... وايه الحاجات اللي انتوا بتحبوا تعملوها قبل ما تنزلوا تشتروا المشتريات. ادونا افكار كده، ناخد افكار من بعض. وكمان لايكات ترفع الفيديو. وكمان يا ريت تشاهدوا الفيديو للاخر لان متوسط المشاهدة قليل جدا يا بنات. ان شاء الله تتفرجوا كده على الفيديو كله ويشجعكم كده ويحمسكم وتاخدوا منه افكار كده. وكمان لو انتوا عندكم افكار كمان لمشتريات الشهر كمان قولوا لي ونشارك بعض كده، لان في كام بنت سكره كده بيكتبوا لي التعليقات. بجد بشكركم جدا على تعليقاتكم الحلوه، ومستنيه تعليقاتكم على الفيديو ده ان شاء الله. وان شاء الله نكبر القناه كده مع بعض ونحقق شروط قريب مع بعض ان شاء الله. خلاص انا هنا كنت خلصت الدنيا كلها وظبطتها. عايزه اقول لكم ان الاوكسي اللي هو بتاع الهدوم السودا ده، مش عارفه تستغربوها ولا لا، بس لما مسحت بيها الرخامه لقيت ان الرخامه اللون الاسود بتاعها زهزه، مش عارفه ازاي مع انه للهدوم، بس بصراحه لا اديته يعني ادى فرق بصراحه للرخامه يعني. حتى هتلاقوا لون الرخامه هنا مزهزه، لان انا كنت مسحاها الصبح ومسحتها برضو كمان تاني، لا بجد ادى لون للرخامه حلو جدا. خلاص انا هنا كنا ظبطت المطبخ وكان 100 فل وعشرة. دلوقتي كده اقدر اتغدى وانا مرتاحه البال بقى ان المطبخ نظيف والدنيا نظيفه. وكمان الصلصه اللي انا الطماطم اللي انا كنت جايباها معاكم عملتها صلصه. انا هنا بعصرها يعني. انا كنت الاول بقطعها واحطها على النار تتسبك وبعد كده اضربها في الخلاط، فقلت بقى لا اجرب المره دي كده ان انا اعصرها واصفيها وبعد كده اسيبها تتسبك، اعبيها على طول بقى. فعبيتها على طول وحطيتها في الفريزر، وعملوا لي كده كام كيس حلو. وكل اسبوع كده ابدا اجيب شويه اخزنهم قبل ما تغلى. وخلاص هنا كان الغدا بجد كان سكر وطعم وجميل. واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع السلامه.